السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هوريكم 3 انواع من انواع الكتان، عشان كان في سؤال جالنا قبل كده، الناس عايزة تعرف ايه هي انواع الكتان وتعرفوا ازاي. هوريكم 3 انواع او 3 خامات اللي احنا شغالين بيها، وهنعرف كل نوع فيهم اسمه ايه او خامته ايه. تمام. طبعا عندي الكتان الصافي، عندي الكتان المعالج، وعندي كمان الكتان على قطن. دول ال3 انواع اللي احنا اشتغلنا فيهم. في محلات بقى نيجي نخشها كده، يعني بيحصل معانا احنا شخصيا، اي قماشه اشوفها واساله ده ايه يقول لي كتان. كل القماش عنده في المحل كتان. ناس كتيره بتعمل كده. فخلينا في الموضوع المهم اللي هو الكتان دوت. انا عندي الكتان الصافي، وده اكتر قماشه بنشتغل بيها هنا، لان بصراحه قماشه جميله زي ما انتم شايفين. النسيج بتاعها وشها زي ظهرها، يعني يعتبر مفيش فرق، هو في فرق بسيط بس اللي يلاحظه المنجد. تمام. وشها زي ظهرها، مفيهاش بطانه. دي كمان نفس الحكايه، وشها زي ظهرها مع اختلاف شكل الوش من الظهر. تمام. بس مفيش برضو بطانه. الكتان على قطن الخامه بتاعتها كده، بس هي تعتبر مش بطانه اللي في الظهر دي، هو كله قماش نسيج، بس الظهر مفيهوش اي نقشه. تمام. طيب الاسعار بقى بتاعتهم ايه؟ اغلى حاجه في الانواع دي كلها الكتان المعالج، ده اغلى نوع. الكتان الصافي والكتان اللي على قطن يعتبر سعرهم قريب من بعض، لكن في كل الانواع ديت انا بفضل الكتان الصافي. ماشي، خامه وشكل وكل حاجه. تمام. طبعا هو الكتان سعره شد جدا، يعني شد يعني اكتر من كل القماش. الكتان ده سعره زاد بطريقه فظيعه. تمام. طب نيجي بقى للاسعار. لو قلنا سعر الكتان الصافي كام، يعني دلوقتي تقريبا 130 جنيه سعر المتر. والكتان على قطن نفس السعر، ده وده نفس السعر. اما المعالج بقى فهو المعالج ضد الميه والكلام دوت، كنا عاملين عليه فيديو لوحده كده، الخامه دي لوحدها في القناه، تقدروا ترجعوا لها لو عايزين تعرفوا معلومات عنه كتير. ده لوحده كده حوالي 170-180 جنيه المتر حاليا. تمام. يبقى ده وده 130، وده لوحده 170 او 180 جنيه. ماشي. طيب لو سألتوني بقى نختار اي خامة فيهم، طبعا انتوا عرفتوا الاسعار، كل واحد هيجيب على حسب الرينج اللي يريحه في السعر، وكمان هيجيب على حسب الشكل. يعني عندي ده وده بنفس السعر، بس لو بتسألوني على رأيي هنختار ده طبعا، مش هختار القطن. يعني انا لو بجيب لنفسي هختار ده، شياكة وجمال وكل حاجة. بس في ناس بتحب الخامة اللي على قطن شوية عشان تبقى طريه او ناعمه شويه، او عندهم مثلا حساسيه او كده، ما بيستحملوش الخامه الكتان الصافي دي، فبيبقوا عايزين حاجه على قطن. يعني اسباب كتيره، وكل واحد بيختار على ذوقه وعلى حسب ارتياحه الشخصي. تمام. كده كان فيديو سريع عن انواع الكتان واسعاره، الاسعار اليوم تعتبر. لو في اي سؤال ابعتوا لنا على الواتساب، بسيب رقم زوجي في الوصف تحت، اللي عنده اي سؤال يبعت له، هو بيرد على كل الناس. وكمان سيبوا لنا في التعليقات، برضو بنرد على التعليقات. ويا ريت تروحوا على قناه زوجي، قناه فنون التنجيد، هتلاقوا فيها شرح كتير وفيديوهات اكتر هتفيدكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.